صلوا بينا على النبي، قول عليه الصلاة والسلام. طبعا انتوا عارفين ان الدنيا كلها بقت كباري، ما بقاش في بيوت تتبني، لكن في كباري كتير جدا بتتبني. و90% من الشعب المصري عمال يقول على الله. لما نيجي بقى اروح انا دلوقتي ام بدر رايحه تشحت وتقول لي لا يا جماعه، فهاخد بعض واقوم رايحه للبقال او السوبر ماركت، اشتري بقى ازازه زيت، اشتري كيلو سكر، اروح اجيب فرخايه، المهم حاجه كده عشان اكل بيها عيالي. فطبعا بعد زيادة الأسعار والاقتصاد والكلام ده كله، ايه الكلام الكبير اللي أنا بقوله ده؟ هقول لكم شوف في الفيديو ده. اللي واقف ورا العربية ده الشحات، والعجلة بتاعته على جنب اهي. واقف بيشتري حاجة وراجع للعجلة بتاعته تاني. شايفين المنظر؟ اهو ده القعيد اللي كل الناس بتعدي وتروح عليه وبتديله فلوس. ايه رأيكم في الفيديو؟ ايه رأيكم؟ بالذمة والنبي، مش احنا في اخر الزمن عجب العجاب راح يشتري ازازة بيرة او علبة بيرة؟ عايزة اقول لكم من الفيديو الاساسي هو اللي وضح ان الراجل ده المتشرد راح يشتري ازازة بيرة. يعني حاجة كده الواحد يفقد الثقة في نفسه. هل لما حد يبقى ماشي في الطريق ويقابل شخص زي ده، هل هتمدي ايدك وتديله حاجة لله، ولا هتقول لا ده ممكن ياخد الفلوس او بيضحك علي؟ حاجة كده تهز الثقة اللي في الواحد. يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، بس انا عايزة اعرف تعليقاتكم بخصوص الموضوع ده. هل الناس دي تستحق ان انت لما تشوفها في الطريق تديها حاجة، ولا ان انت لو حابب تتبرع لجهة كويسة، او انت فاهم ان فلوسك دي هتروح فين؟